متى آخر مرة زرت قبر والدك فاروق الفيشاوي؟ ولا مرة. ولا مرة زرته؟ ولا مرة رحت لقبر والدك؟ مستني بفارغ الصبر، مستني ان شاء الله ربنا يتوفاني عشان اقابله. ليه ما رحت تقرأ له فاتحة؟ عشان الفاتحة بتوصل يا فندم من اي حتة في العالم. ما تشتاق لقبر أبوك؟ ما اقدرش. مش عارف، ممكن اطب ساكت ولا حاجة. بس انا من عشرتي ليه كان راجل طيب يعني وكريم وموصول. معقولة ولا مرة رحت على تربته؟ لا يا فندم، انا ان شاء الله عندي مكان جنبه في المنوفية، حاجز عندنا في سرسليان. طيب ما رحت للعمرة؟ عملت لي عمرة؟ احلى عمرة عملتها في حياتي، ربنا يتقبلها مني الحمد لله، وكانت خالصة لي وكانت سهلة وجميلة وممتعة. ايش تشتاق الفارق الفيشاوي؟ تقول يعني وحشني، تخرج معاه، تسافر معاه، تتكلم معاه، تاكل معاه؟ هو لذيذ جدا في السفر، انا بحب السفر معاه. ما عندوش فكرة الكره، عمره ما كره حد. راضي عليك فارق الحمد الفيشاوي؟ لله الحمد لله. انا سألته في اخر لحظات، حبيبي الحمد لله، قلت له عايز اسمعها منك بس، حضرتك راضي عني؟ قال لي 1,000,000%. طيب من تشتاق له تعمل ايه؟ افكر فيه، هو شكله جميل، بيبقى عندي صورة زي جميلة كده، شكل ولي من اولياء الله. فارق الفيشاوي ولي من اولياء الله؟ ومحدش يعرف القلوب دي بس يعلمها الا الله. الوالد على طول يقول لي الفن مرآة المجتمع، احنا بنوري المجتمع ايه الحاجات الحلوة وايه الحاجات الوحشة، ايه مشاكله، بنحاول نوعي، بنحاول نسلي، فدي شغلانتنا ما نقدرش نتكسف منها.